إذا سجل البطولة 57 المنتخب المصري بقيادة الديبة والفناجيلي، 59 الجوهري يقود مصر للقب الثاني، في 62 اثيوبيا امام امبراطورة تفوز باللقب للمرة الأولى واكيد الأخيرة، 63 دخول البلاك ستارز غانا بجيل ذهبي بقيادة جامفي، بينما هذا سمير زاهر رابع كاس افريقي لانه بطوله 98 حققها سمير زاهر كرئيس اتحاد، نجاح كبير لهذا الرجل في عام 65 كبير كابتن سمير زاهر أكيد. وخصوصا بعد الخروج من كاس العالم كان تلقى سهام كثيره، ولكن الحقيقه يستحق النهارده التهنئه على هذا نرجع للبالماريس باش نخليك اللاعبين. 65 كانت غانا، 68 الدخول الاول للزاير، عام 70 الحضور التاريخي للسودان صقور الجديان، 72 الكونغو ربحت لقب وحيد وتاريخي، 74 في القاره البطوله للزاير مره ثانيه، 76 بهدف من بابا المنتخب المغربي يتوج باللقب على غينيا كوناكري في اديس ابيبا، 78 البطوله في غانا والكاس غانيه، عام 80 اول مره في استاد الجحيم نيجيريا تحقق الكاس، 82 في ليبيا اول فينال بركلات الترجيح وغانا تربح الجماهيريه الليبيه، 84 وصول الكاميرون للمره الاولى، 86 عوده وصول مصر، 88 الكاميرون البيس المره الثانيه، عام 90 خضر الجزائر بهدف وجاني، 92 الكوت ديفوار بقياده الان غواميني، 94 نيجيريا جيلو ليزي اوكوتشا وباقي الرفاق، 96 البافانا في اول حضور بعد رجوعها من الابارتايد، 98 مصر بقياده 7 اهداف لحسام حسن، عام 2000 كانت الكاميرون، 2002 الكاميرون في عهد بيير لو شونتر، 2004 تونس للمره الاولى النسور حلقت عبر سماء افريقيا، 2006 2008 2010 هاتريك تاريخي للمصريين يا علي. كما نتابع امامنا التتويج، امامنا عماد متعب وسيد معوض، احمد فتحي، محمود ابو السعود حارس مرمى نادي المنصوره. النهارده الحقيقه كلهم نجوم، عايزين نقول كل الاسماء، سعود وطبعا عصام الحضري وعبد الواحد السيد في حراسه المرمى، محمود فتح الله واحمد المحمدي ومعتصم سالم وعبد الظاهر السقا وهاني سعيد واحمد فتحي وسيد معوض ومحمود طبعا محمد عبد الشافي ووائل جمعه وحسني عبد رب واحمد عيد عبد الملك وحسام غالي وعبد العزيز توفيق ومحمد ناجي جدو واحمد حسن وشيكابالا، محمد زيدان، عماد متعب، احمد رؤوف والسيد حمدي. وادي امامنا محمد زيدان دائما على موعد مع التمريرات القاتله، لا شك مدربين قادوا المنتخب المصري، مراد فهمي 57، تيكوس الماجري في عام 59، مايكل سميث في عام 86 كابتن شحته وكابتن احمد رفعت، كابتن جوهري 98 والمعلم حسن شحاته 2006 2008 2010. وادي احمد حسن وانتظار اللحظه التاريخيه لتتويج المنتخب المصري، احمد حسن يتلقى التهاني، احمد حسن هيرفع كأس البطولة للمنتخب المصري، امتداد لأسماء ونجوم كبار رفعوا هذا الكأس، امتداد لكرة القدم المصرية، كرة القدم المصرية زعيمة للقارة بهذا الأداء بهذا الفن بالروح بالإرادة بأبنائها المخلصين، بحق الحقيقة يعني لهذه الجماهير وهذه طبعا الفرحة الكبيرة الموجودة. مصر كبيرة بكم يا جماهير مصر يا أبطال مصر، وأيضا الفرح عربي كبير. ادي أمامنا نجم الكبير في لحظة تاريخية، اللقب السابع والنجمة السابعة لمصر التي تعتلي القارة الإفريقية وتعتلي قمة كرة القدم الإفريقية. لا شك هي أحلى اللحظات، لحظات من ذهب، لحظات تاريخية هنا في أنجولا في ملعب اللقاء، في ملعب 11 نوفمبر، في يوم تاريخي يضع كل المصريين في تاريخهم. 31 يناير 2010 هو موعد التتويج وموعد رفع الكأس للمرة الثالثة على التوالي والمرة السابعة في تاريخ كرة القدم المصرية. إذا يوم جديد للأولاد، يوم جديد سيكتب ويترك ويخلد للأحفاد في مصر نتيجة هذا اللقب السابع. ذكرنا ومررنا على قائمة أبطال أفريقيا هذا العام، لكن لا ننسى من بقي في القاهرة لظروف أو لأخرى، لاعب مثل بركات ولاعب مثل بوتريكا، عمرو زكي، لاعب ميدو، محمد شوقي، أسماء ونجوم غابت عن هذا اللقب الثالث لكن حضرت بقلوبها، وبوتريكا حضر هنا في رواندا من أجل معانقة الفريق ومن أجل مشاركة ومقاسمة النجوم للقب والنجمة السابعة. إذا الكأس الثالثة على التوالي، هل هي الأحلى يا علي؟ 2006 2008 و2010 بين الأولى والثانية والثالثة، من هي الأقرب لقلبك في هذه اللحظات؟
2006 فرحونا كتير، 2008 اكدوا ان مصر بالفعل لها قدر كبير من كرة القدم، لكن 2010 هي اغلى البطولات لان دي اكدت زعامة مصر لكرة القدم الافريقية. ولهذه البطولة الامم الافريقية رقم لا يضاهى، 7 بطولات في 8 نهائيات، الثالثة على التوالي. اعتقد الاداء كمان كان رائع في هذه البطولة من كافة الامور. منتخب مصر يستحق البطولة وللمرة الثالثة على التوالي، لا شك. يعني ليس من قبيل الصدفة ولا من قبيل التوفيق، لا من قبيل الإجادة ومن قبيل الروح المعروفة عن المنتخب المصري. إذا أحمد حسن يسلم نفسه الكأس الماضية، كأس غانا رجعت له بعد سنتين، جابها الاتحاد المصري والوفد المصري قبل شهر من البطولة، كما تنص القوانين إلى الكاف وحياته عادها المصريين ليعودوا بها للقاهرة. بينما هنا غينيا الاستوائية والجابون ستعود بشرف التنظيم، بعالم التنظيم، بحمل المشعل عن أنغولا. ماما أفريكا، دمت دائما قوية، دائما دمت متألقة، دائما دمت متميزة بخصوصياتك، بطيبة شعوبك، برقة ناسك، وأيضا بنجوم كورتك. كرة القدم في إفريقيا نتمنى أن تنجح في مونديال 2010 لأنها فرصة تاريخية، وكما توقع كابيلو قال توقع أن يكون أحد أطراف السيمي فاينل منتخب إفريقي. أتمنى من كل قلب تمنياتي الغالية للجزائر، غانا، كوت ديفوار، كامرون، نيجيريا بأن يرفعوا شعار كورتنا كأفريقي يحكي وكرة العرب كعرب يحكي. بينما 2012 حسابات أخرى، مصر تضع نجمتها السابعة في الميدان من أجل اللقب الثامن وسط المنافسين. ألف مبروك لكرة القدم المصرية، ألف مبروك لكل من تابعنا، لكل أحباء كرة القدم، لكل عشاق كرة القدم. آدي أمامنا هنا خروج الرئيس الأنغولي، رئيس الأنغولا أمامنا هو جوزيه إدواردو دي سانتوس، يغادر الملعب بعد أن توج منتخب مصر بلقب البطولة التي استحقها المنتخب المصري واستحق التتويج. لفة الانتصار لنجوم المنتخب المصري. لو سألتك انت ايه، انا اقول له انا مصري ابن مصر يا كابتن عصام. اكيد كل المصريين النهارده هيرددوا كل الاغاني، يا حبيبتي يا مصر، لبلادي بلادي، لكل هذه الاغاني. اعتقد النهارده هو يوم مصري ويوم عربي. يستاهلوا. يظهر لي المنتخب المصري شرف الكرة العربية، بعيد ممكن عن الدبلوماسية، بعيد ممكن عن المجاملات او ما يسمى وما يسميه شخصيا مع شوية جرأة نفاق. لا، المنتخب المصري اليوم استحق الكأس، استحق اللقب، ما فما حتى شك، فما حتى كلام. اللي كان هو الفريق الافضل في البطولة. مبروك للكرة العربية وخاصة عشاق الكرة المصرية هذا اللقب الجديد اللي اكدوا به انه عدم وصولهم لكأس العالم لانهم اصطدموا فريق قوي ما يقلش عنهم امكانيات. كانت بطاقة المونديال للخضر في مجموعة صعبة، وكانت مصر وردة فعل مصر ورياكشن مصر انها كانت للمرة الثالثة بطلة افريقيا. هكذا كسبنا منتخبين في هذه البطولة، الاثنين في المربع الذهبي. عادت ممكن الكرة العربية شوي لفوق، لانه في فترة من الفترات تعودنا كان فقط على النجاح المصري في اخر دورتين، لكن تحت الشماريخ. مبروك، مليون تريليون بليون مبروك للكرة المصرية هذا اللقب الجديد وبطولة جديدة. هذه أنغولا بانتظار غينيا الاستوائية والجابون.